طبعا كلنا عارفين ان في رمضان الحلويات دي بتبقى حاجة كده اساسية، وخصوصا الكنافة والقطايف والحاجات اللي هي الحلويات الشرقية دي. عملت النهاردة كنافة بالكريمة تحفة جدا جدا. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة، ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. والأول مرة أشوف قناتي إن اسمي سما عمر. أول حاجة كده جبت نص كيلو من الكنافة، حطيتها في الفريزر، وبعدين بطلعها تاني يوم بتكون اتجمدت، فبتبدأ تفركيها كده بإيديكي. بصي بقت ناعم خالص، بدون أي كب بقى ولا مفرمة، فرمتها كده زي ما انتوا شايفين كده ناعم. حطيت عليها ايه بقى؟ حطيت عليها 3 معالق من السكر، وهبدأ اقلبهم كده مع بعض. نص كيلو الكنافة ده بياخد ايه؟ بياخد كوباية من السمنة، بسيحها كده زي ما انتوا شايفين. نص كيلو كنافة بياخد كوباية سمنة. تمام. اهم خطوة بقى لنجاح الكنافة عشان تطلع ناجحة معاكي كده وكويسة، لازم تفركيها كده وتخلطي السمنة بالكنافة، تقعدي تفركي زي ما يكون بتبسي كده العجين بالسمنة. تمام. اتأكدي ان الكنافة كلها شربت من السمنة. جبت كده صينية مقاس 30، حطيت نص الكنافة، قسمتها نصين، نصها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الصينية دهناها سمنة كلها. بعد ما دهنتها سمنة حطيت نص الكنافة، وبتبدأ تضغطي جامد كده علشان تبقى قطعة واحدة متماسكة. تمام. أبدأ أجهز الحشوة، اللي هي عبارة عن ايه الحشوة؟ 3 كوبايات كده من الحليب، حطيت عليهم 4 معالق من النشا، ومش هحط لا سكر ولا اي اضافات تانية. قلبتهم كده على البارد، وبعدين حطيتهم كده على نار البوتاجاز مع التقليب المستمر لحد ما دي بيسموها محل الحلويات بيسموها قشطة او كريمة. تمام. بتبقى بدون سكر بدون اي حاجة، هي نشا وحليب. لحد ما بتبدأ تتقل معانا كده بتطفي النار عليها، وبعدين بحطها على الكنافة على طول. تمام. عندي كده بقيت نص الكنافة، اللي هو النص التاني من الكنافة، بجيبه بقى كده وببدأ افردها على الكريمة بتاعتي. مش محتاجة انك انتي بقى تسيبها تبرد ولا اي حاجة، بتفرديها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هبدأ بقى اسويها، بس ما تضغطيش عليها جامد علشان الكريمة بتاعتي او القشطة بتاعتي ما تخرجش بره الكنافة. ببدأ اسويها بالراحة كده من غير اي ضغطة. بدخلها الفرن، اول ما بتاخد لون من تحت كده والجناب تبدأ تصفر، بشغل الشواية بتاخد اللون اللي فوق كده ذهبي جميل حلو. وبعدين بكون مجهزة الشربات بتاع التقيل بتاع الكنافة، اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وعصرة ليمونة. بسيبهم 10 دقايق على النار. أول ما بتبدأ تغلي كده 10 دقايق بطفي النار وبسيبها تبرد تماما. لازم الشربات يكون بارد والكنافة سخنة. حلوة جدا جدا. من الأساس الحلويات في رمضان الكنافة، بتبقى لازما في رمضان الكنافة دي حاجة أساسية عن أي نوع حلويات تانية. تحفة جدا، ودايبة كده في البق، وطعمها حلو قوي قوي. بجد بجد هتعجبكم، لازم تجربيها. بس امشي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها عشان تطلع الكنافة ناجحة معاكي. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ بألف هنا وشفا، ورمضان كريم عليكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين.